حبايب قلب مرمر، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين وبخير في احسن حال. النهارده جايلكم في فيديو جديد. لو لسه اول مره تشوفيني ما تنسيش تنزلي تشتركي وتفعلي الجرس وتدوسي لايك. ويلا بينا على الفيديو. ابتديت بقى معاكم كده الفيديو بكل نشاط الساعه 4 الفجر. عايزه اقول لكم اليوم ده كان يوم طويل ومصوره لكم فيه فيديوهين عشان هتشوفوني بنفس الشكل في فيديوهين. فيديو مظبطه لكم فيه شويه تخليلات كده وحاجات جامده هتعجبكم ان شاء الله. استنوه. وعايزه اقول لكم يا بنات بجد، الشغل بالليل لما بتقومي بالنهار يعني هو النوم بالليل كويس وفي اول الليل ده احسن حاجه واصح حاجه. بس بتقومي بتلاقي ما وراكيش حاجه. يعني انا اليوم ده التاني قمت، قعدت ان انا اروق ترويق بسيط كده وما شلتش هم المحشي. يا دوبك سويته وجوزي جاي. يعني انا بكلمكم دلوقتي بعمل كوبايه شاي كده اتدفى بيها. قولوا لي بقى بتعملوا ايه في الجو البرد ده؟ علشان بجد الواحد ما عادش قادر يا جماعه على البرد. مش عارفه، انا اصلا يعني انا واحده من الناس اللي بيحبوا الشتاء جدا. بجد حاسه الجو يعني اليومين دول مخليني مش قادره اعمل حاجه. فمش عارفة من البرد اللي عندي ولا ايه النظام. فيا رب يساعدنا ويقوينا عشان ما نبعدش عن الفيديو، بس عشان احنا الكلام بياخدنا. وانا بحب ارغي معاكم. انا كده بقطع الكرنب بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. طريقة سهلة جدا بصراحة وبتريحني وبتنجزني زي ما انتوا شايفين، مخلياني ما خدتش وقت. عايزة اقول لكم الايام اللي جاية عندنا فيديوهات حلوة وحاجات كتيرة قوي 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 هتعجبكم. فاستعدوا عشان انا يعني جايالكوا بتقلي كده زي ما بيقولوا. هنا كنت قطعتها كده خلاص وخلصتها. وبقول لكم هنا اعملوا لايك. بصوا كده يا بنات، بغض النظر عن الزحمه بس انتوا عارفين المحشي اليوم بتاعه بيبقى كده. هي مش زحمه قوي. ده الطبق اللي انا بحشي منه ودي الحله اللي بحشي فيها وده الرز اللي انا باخد منه وده غطا الحله. ودي باقي الخضره من اللي اتبقى. بحب كده اخلي اعمل لما اعمل المحشي اروح عامله صلصه كده زياده واحطها كده في علبه نضيفه كده في الفريزر. وبخلي خضره برضو بخليهم الاتنين على بعض عشان ابقى عارفه الخضره من السبانخ، عشان لما بتتفرز ما بتبقاش باينه اهو. تمام. بصوا انا بحشي بالطريقه دي بقالي فتره. اللي هي التلاتات. تلاتة. تلاتة واقف وتلاتة بالعرض، تلاتة طول وتلاتة عرض. الصوابع كده. او 4 و4 يعني على حسب ما الحشوة تيجي معاكي. المية بتوصل الهدف منها، يعني ان المية او الشوربة بتوصل للقاع. بصوا شايفين التفسيحات اللي هي على جنب دي؟ بتفضلي بقى تطلعي عكس عكاس عكس عكاس لحد ما تكملي الحلة. الشوربة او المية هتوصل لتحت، هتسوي اخر صابع زي اول صابع، تبقى سوا واحد. وكمان لما هتقلبيه مش هيبقى لازق في بعضه، هيبقى مفرفر كده وهيبقى جميل. جربوه بالطريقة دي وقولوا لي. وتعالي بقى نحشي مع بعض كده واوريكم انا بعمل التلاتات ولا الاربعات دول في العشرات دول ازاي يعني. زي ما شفتوا بقى طريقة اللف زي ما انا بقولكوا بعملها تلاتات في اربعات. حلوة جدا يا بنات وبتوصل المية او الشوربة للقاع وبتسوي كله تسوية واحدة. وبصراحة يعني هتعجبكم اهو. زي ما بوريكم بقولكوا الحتة اللي انا عملت فيها بالعرض بروح عاملة من فوقيها بالطول. وهكذا بقى لحد ما ما تخلصي الصف كله. ما اخدوش مني وقت بصراحة في الحشو. انا بمسك بحط شوية الرز كده، بمسك حتة الكرنب بحط شوية الرز وبرله كده على بعضه. ما بياخدش وقت بصراحة وهو يعني محترم جدا جدا يعني الطريقة دي. انا اكتر واحدة بحب اسهل على نفسي، ما بحبش الكلكعة. مش بحب الحاجة الصعبة. الحمد لله الحمد لله بقدر اعملها، بس انا بحب اهون على نفسي علشان الدنيا يا جماعة والله مش مش مستاهلة يعني تصعيب اكتر ما هي صعبة. فربنا يهونها علينا يا رب كلنا. فعايزاكم تجربوها بالطريقة دي وتقولولي ايه الاخبار وعجبتكم ولا لأ.
وشاركوني كده بقى رأيكم. اهم حاجة بقى ان انتوا لما تيجوا تعملوا المحشي تخلوا المحشي مولع، عشان المحشي لو مش مولع ما بيتاكلش صراحة يعني. تعالوا بقى نصب كوباية الشاي بتاعتنا الجميلة كده عشان اقعد اسجل لكم الفيديو كده على روقان واظبط لكم الدنيا. بحب الفيديوهات بتاعت الشتا انا، مع اني بتبقى اصعب فيديوهات بجد يعني، من غير مبالغة يا جماعة بجد، بس بحبها علشان فيديوهات بتحسس بالدفى كده وبتدي باور، تخليكي تقومي تتشجعي وتخلصي كل اللي وراكي. في حاجة تاني مهمة برضه عايزة اقول لكم عليها، لما تيجوا تعملوا الخلطة متخلوش الخلطة فيها مية. يعني شايفين الخلطة اللي انا عاملاها دي عاملة كده ازاي؟ واوعي حد يضحك عليكي ويقولك سوري، اوعي حد يضحك عليكي ويقولك المحشي بيتعمل ني في ني. لا يا جماعة، لا يا جماعة، مفيش حاجة بتتعمل ني في ني غير الممبار. المحاشي اللي هي بتاعت الممبار اللي هو بتاع الماعز الضاني، يعني الناس اللي بتحب تحشيه. بس غير كده ما يعني انا عايزه اقول لكم ماما كمان بتعمله متسبك له. الحاجه دي لما بتكون متسبكه بتدي طعم احلى، بتدي تيست اعلى. فما تسمعوش الكلام ده يا جماعه، انا جربت الطريقتين وبصراحه انا برتاح للمتسبك، اذا كان كرومب او خضار اللي هو زي الكوسه البتنجان الفلفل الكلام ده كله. ف مفيش حاجة هتعجبكوا غير اللي هو المتسبك ده. اللي مش متسبك بقى ده بنعمله للممبار. هنا كده بقى كنت خلصت وجيت اوريكم. هي انا كنت جايبه كرنبايه صغيره اهو كده، خليت بصوا يا دوبك يعني قيمه صابعين كده من فوق فاضي، علشان لما جه استوى عالي وبقى على الوش على طول، لان انتوا عارفين الرز بينفش وكده. وده كان صفين او 3 اتبقوا، مرضتش ارميهم بصراحة، فقلت ايه حرام، خليتهم كده اسويهم على جنب ورحت ركناهم. ودول شوية رز كمان اتبقوا، كان الورق خلص. انا بحب الرز بتاع المحشي جدا فخليته بصراحة باكله كده مع نفسي. هنا كنت خلاص بقى تاني يوم جه. انا مصوره لكم من وانا بحشي بالليل. تاني يوم كده جه، وكان جوزي جه كمان، والمطبخ كان اتدربك على بعضه بعد ما كنت ظبطته علشان سويت. هنا كده كان جه وكنت بقوله ان انا بصور. بصوا بقى يا جماعة، شايفين السخونة والوحوحة بقى؟ يا سلام. شايفين يا جماعة؟ يا لهوي، يا لهوي على الجمال والحلاوة. انا بحب افضيه كده في صينيه وبقلب كده زي ما انتم شايفين الصباع يعني بصباعه كده زي ما هو يعني، ما فيهوش اي مشكله. شايفين الجمال. غرفت كده على قدنا. عايزه اقول لكم كمان الصينيه دي اتبقت منها عشان زي ما انا قايله لكم الدايت وكده. فخليت هنا كده، طبعا الرخامه نضيفه يا جماعه وزي الفل، وغسلاها ومنشفاها 3900 مره. فقلت ادوق بقى كده واطمن. كان سخن، انا مبعرفش ادوق الحاجه سخنه خالص يا جماعه، مع اني ما بحبش اكل الاكل لما بيبرد. وهنا جوزي كان جه وحب يدوق بقى الريحه، ما كانش قادر يقاومها. هنا طبعا كان بينقر فيا. معلش يا جماعه والله،
وكده بقى اقدر تعبانة اقول لكم جدا ولسه خلاص، اللي لان ببتدي انا مش اخف. قادره اصور لكم تاني. بوريكم كده وجبنا الشكل كده النهائي. نهايه الفيديو. شايفين الصباع؟ طبعا صباع منه كده المحشي عجب بيدخل جوزي جوه جدا القلب مش في جدا، المعدة. وهو كان جاي اصلا، واليوم كان برد قوي 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 فوق ما تتخيلوا. فالحمد لله يعني المحشي جه في وقته. الطريقة دي جربوها هتعجبكم. عايزة اقول لكم انا بعمل المحشي بسيب يعني بعمل مرة لمرتين، يعني بزود طماطم اللي هي التخديعة بتاعة المحشي، وبزود الخضرة وبخليهم جاهزين، يا دوبك اغسل الرز ومثلا احشي كرنب، هحشي مثلا بتنجان كوسة فلفل، بروح مطلعاه يفك وبحط الخضرة على التخديعة، واغسل الرز واحطه واروح حاشية واروح عامله على طول. يعني يعتبر بعمل مرتين محشي في مرة واحدة، يعني بتعب واحد. فجربوها بجد، الطريقة دي هتعجبكم. انا اصلا كنت بعمل كمية، كنت بخلي المرة الواحدة تخلينا مثلا اعمل منها كمية تكفي 3 أو 4 مرات بس. يعني عشان انا عاملة رجيم دلوقتي وبطلت الحاجات ديت، فما بقتش اعمل كتير. يعني هما يدوبك المحشي ده على نفسنا، بس انتوا عارفين الجو شتا جدا، والشتا عايزة الاكل، وبصراحة يا جماعة صعب قوي المحشي في الشتاء، واحد ما ياكلوش. وبس، يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو بمعلومة بسيطة، ويا رب يفرح كل قلب اي حد بيتمنى فرحة وبيتمنى لي، اللي يتمنى لي حاجة يا رب يديله منها اضعافها. بس، واشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.